السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. كل عام وانتم بخير وسعادة ان شاء الله. تكونوا احسن في احسن حال ودايما ورانا وفي ظهرنا. في البداية من زمان ما اشتغلتش على القناة ومن زمان ما نزلتش فيديوهات. وحشتوني والله، وحشني تعليقاتكم، وحشني الحاجات الحلوة اللي بتعملوها لي في القناة، التعليقات الحلوة، الكلام الحلو، اللايكات. وحشني كل حاجة في القناة. بس اعذرونا، يعني احنا النهارده ان شاء الله اوضه الحمام زي ما انتم عارفين احنا كنا عاملينها اي حاجه خالص. فدي موضوعنا النهارده. وطبعا انتم شايفين بدا حبه الهواء والحاجات تبدا تشيل الحاجات من فوقها. اللي كانت ام عمار عملناها في الاول عشان خاطر نبدا نشتغل فيها والحمل يبقى مستقر، والشمس او مش عارف ايه. كنا عاملينها بالحصر كده والحاجات اللي مش لها لازمه عندنا. فطبعا بدا من كتر الهواء او الدنيا بدات، يعني الهوا كده في شويه هوا مش عارف ايه يشيل حاجات من فوق، فكنا مطنشين لعند ما نعمل ايه السيدة الحلوه دي اللي احنا جبناها من البلد. اخر مره كنت في البلد انا جايبها معايا، وحتى نسيت ان انا اصورهم والله. دي انا جايبهم السد 2 متر و25 سنتي في 5 متر. 2 متر 25 سنتي في 5 متر. تمام. واحد صاحبي، واحد جارنا يعني كده عاملهم لنا، يعني برضه كان عامل لي في البيت التاني اللي هناك اللي في البلد. بس كنت عامل اكتر من كده. بصراحة حاجة عمولة، حاجة نظيفة، حاجة حلوة يعني. فقلت النهاردة بقى نطلعهم فوق ونظبط السطح بتاع الأوضة، بحيث إن بدأت الدنيا تقلب كده والأمور ممكن تشتي في أي لحظة والحمام. فإحنا عاوزين الدنيا تستقر. شايفين اللي هما اتنين، طبعا الأوضة أربعة، 4 في 4. مش عارف هو الصورة دي هنا كده ليه، بس يعني هو تقريبا التليفون في حاجة يعني حسسني إن أنا عايش في فيلم قديم يعني. شوف أحمر أهو. أهو رجعت الصورة زي ما كانت. أنا بقى شايفين الهواء كان شال الحاجات من فوق، الحاجات اللي كنا بنحطها شالها كلها. لأن احنا طبعا ورانا كده مفيش حاجة خالص، الجو من ورانا كده فاضي. فأقل هواء بيأثر فينا. فاحنا لازم الحاجة دي تكون جامدة. يعني أنا دلوقتي بحوش كنت أنا في كراتين عندي، كراتين الحاجات الفران والحاجات اللي عندي دي حطيتها كلها واتشالوا. برضه مش عمليين يعني، احنا كنا حاطينهم عشان خاطر بس الشمس وكده. يلا يا جماعه، الناس اللي مش مشتركه معانا في القناه تشترك، والناس اللي مش عملت لايك تعمل لايك وكومنت حلو كده. ويا ريت كل واحد فيكم يكتب 10 كومنتات اول ما يشوف الفيديو على طول، بحيث الفيديو يرفع يتحط في الاقتراحات بعد اذنكم. شايفين هو انا حاطط على السطح حتت عروق كده، مش يعني مترين، مترين ونص و3 متر. فكنت هنزلها كلها الاول عشان احط الحاجه على النظافه. هي الاوضه مش عاليه بس حلوة، واسعة. مش عالية بس واسعة. وبعدين برضو الحمام مش هو يعني مش كتير والحمد لله. دي النملية، انا جبت النمليات يا جماعة من البر، برضه هعمل لكم فيديو عليهم بكرة ان شاء الله. النمليات عشان خاطر هنحط فيهم، هنجيب فيهم دورة فراخ بيضة ودورة فراخ بلدي ان شاء الله. انا برفع دلوقتي السدة. هي تقيلة على فكرة، تقيلة فعلا يعني. انا لما طلعتها من تحت كنت بنهج. كده انا افك بس الرباط بتاعها وافردها على الاوضه كلها. الناحيه اللي انا بحط فيها الوقت دي معمول عليها كده الحته بتاعتها بتاعت الحصيره ما اتشالتش منها. يعني حلوه، مش بس الحصيره اتكلت من الشمس. يا جماعه كل حاجه لها عمر افتراضي لازم تخلص. وكل حاجه لازم يتحط لها الحاجه الصح بتاعتها. كده انا بفرها كده ايه، لان هي طبعا انتوا عارفين ان هي بتمشي معايا على العروج على طول. هي بترجع ورا، يعني هي لما عملتها رجعت ورا كمان، قفلت الشباك اللي انتوا شايفينه ده هتشوفوه دلوقتي. لما انزل اعمله هتلاقي الشباك مقفول خالص. وده احلى حاجه حصلت يعني. انا هشد انزل منها شويه هنا. هتبص تلاقيني لما اخش جوه اعملها. انا كنت مصور التانية دي وانا بحطها برضو، بس في حد ربنا يصلح حاله رن على التليفون، وقف التصوير. شايفين قفلت الشباك؟ يعني هي كده قفلت الشباك من ورا هناك اهي.
وده احلى حاجه. شوف ضيعت مني التصوير. انا دلوقتي دخلت اوضه الحمام كده بعد ما اتحطت السده. شوف السده اللي لازم يتحط عليها حاجات شوف منوره زي في الارضيه، لازم يحط عليها بقى حاجات تانية عشان خاطر زي كراتين. كنا في البلد طبعا في جش وحاجات، فكان بنحط على الجش نحط عليها حاجه تانية كده عشان نشمع لما نحط ان شاء الله. احنا نحط عليها اي حاجه، نحاول شفت هناك الناحيه التانية دي فيها الحصيره، احنا برضه هنحط حصيره تانية فيها، ونحاول نشوف اي حاجه مش لها لازمه عندنا كراتين حاجات نحطهم ونثبتهم على اساس ان احنا ان شاء الله لما نيجي نشمع نشمع ونحط عليها. انا كنت الصبح حصل بس يعني ايه مش لازم يعني احلى كتير خالص من الحصر. احنا طبعا نحط مش لازم هينزل ويضغطوا كده بس عشان في الحمام مش باين. الناس اللي متابعانا في فرق كبير بين الحمام اللي كان عندي في البلد والحمام اللي هنا. تمام حبيبنا واخواتنا طبعا دي مشكله. في ناس كانت حكت لما عمر في الصفحه بتاع القناه بتاعتها ان الحمام اللي هو فيه عند نوع حمام اللي هو الاسود اللي هو ده عنده منجار وكده، هو اصلا زي معمول تاج، هو اصلا مسمينه حمام منجار. دي بيبقى عليه حته كده زي تاج محطوط عليه. في ناس بتقول لها ده حاجات مش دي حاجات تعب وكده، لا هو نوعه كده، هو نوع الحمام ده كده. وانا هعمل لكم حلقه عليه برضه ان شاء الله، او هي تعمل لكم حلقه عليه، لان نوع الحمام احنا عندنا نوع الحمام ده مميز شويه. احنا دلوقتي هنفصص الاوضه. شايفين الاوضه صغيره ازاي بالنسبه للكاميرا؟ مش عارف ايه ده، مش عارف هي صغيره كده ليه، ازاي 4 متر وصغنطوطه كده مش فاهم. المهم وجايبانا ابيض واسود برضه، يعني الكاميرا جايبانا ابيض واسود برضه. تقريبا ده حاجه وحشه في التليفون او عيب في التليفون. دي الاوضه طبعا عفر وبتاع وعمار ما شاء الله بيعرف يسيب الاكياس مكانها. فان شاء الله من هنا ورايح باذن الله احنا اللي يعني انا اللي هكون في الشغل ده. طبعا هنجيب طيور هيبقى الشغل ده بتاعنا ان شاء الله. يلا مش تنسونا اللايك يا جماعه، والناس اللي ما اشتركتش في القناه تشترك. عاوزين نوصل قناه 50,000 بعد اذنكم. كل الناس تحط لايكات وكومنتات، لايكات وكومنتات. احنا بنفرش فيها شويه رماد كده، واحنا بنسيب الرماد ده يا جماعه. كان فيها رماد ده اصلا اللي هو فيه رمل وزلط وحاجات من دي، فهو اصلا منا تمليحه، فاحنا مش بنحوشها. الوقت في ناس ممكن تقول انت بتشيل بايدك، المكان نظيف يعني. احنا دايما بنكنس وسايبين الرماد ده بمزاجنا، يعني هو فيها رماد اصلا، الرماد ده رمل على حصمه على حاجات كده بتبقى محطوطه زي تحديقه بالنسبه لهم. بس الحمد لله طالما الحمام مطلوب متساب يعني يطلع ويرجع براحته، ما تشيلش هم التحديقه دي، لان هو كده بيشتغل من بره. ديت احنا عاملين، احنا حاكمين الاوضه في مثلا ذبابه ممكن نرشها ونقفل الحمام كده، بس يعني على اساس ان الحمام يفضل مطلوب ويبقى احسن له. بس في اوقات في السنه كده هنعوز ان احنا نحبس فيهم الحمام، واحنا مش عندنا معظم الحمام عندنا قاعد، يعني الحمام ده كله كده ما بيطيرش اصلا، موجود في البيت على طول في الاوضه. في حمام تاني بقى اللي هو خفيف، نوع تاني بيطير. انا بصراحه ما بحبش الحمام المطلوب، بس ام عمار هي اللي عايزه الحمام يبقى مطلوب. ربنا يا رب يكرمنا كده. احنا في البيت التاني اتبهدل مننا حمام كتير، كان ما شاء الله الفيران يعني اعوذ بالله منها، كانت مخلصه على كل الزغاليل، مخلصه عليهم اول باول. ربنا ييسر حاله ويبدا يشتغل هنا كده والامور تمشي معانا. بص انا طلعت منها 3 جرادل رمل، كله رمل، في رمل على رماد احمر على حاجات كده فيه. دي مش حاجه وحشه في الاوضه يعني، هي مش زباله، بس هو الاكياس والحاجات اللي كان عمار بيسيبها هي دي اللي عامله مشكله. طبعا عارفين ان احنا كان في فيديوهات قبل كده انها تحديق ومش تحديقه، فاحنا بنحب الحاجه دي طول ما في رمل وفي حاجات على السطح الحمام شغال فيها ايه، واصلا كده بيحتاجها يعني. يعني ان شاء الله في فكره في دماغي كده في الاوضه ديت لازم اعملها باذن الله. اعملها للحمام تبقى فكره جميله جدا، وفي ناس كتير تعملها ان شاء الله. بس افوق كده والحبه حاجات بنعملهم اليومين دول افوق لها بس، وان شاء الله هتشوفوها هتبقى جميله جميله جميله، هتشوفوها هتفرحوا بها جدا، وفي ناس كتير هتعملها يعني ان شاء الله قبل الشتاء برضه هكون اعملها باذن الله. دي هتحمي من الشتاء وهتكون حلوه بالنسبه للحمام، حتى هتدفيه. ربنا ييسر الحال. بس كده انا خلصت يعني، هو كده اخر جردل، هو 3 جرادل طلعتهم منها.
اهو. يعني انا مش مركز عليها جوه في الارضيه على اساس ان احنا ايه، ان كده كده هما بينجوا منها يعني. هي نظيفه ما شاء الله. شويه ميه كده هنضيفهم فيها بقى اهو، بس عشان العفر والحمام الموجود. ايوه تمام. شويه ميه كده بس عشان العفر وكده تبدا تهدى. اوريكم باقي السطح من فوق تشوفوا ان شاء الله دلوقتي حاجه كده برضه حاجه جميله يعني. شايفين اللي بتاع دي الخشبه دي اللي محطوطه في الارض دي كانت عندنا زي شفونيره كده ملهاش لازمه بصراحه من زمان يعني. فانا لما حطيناها فيها حطيت فيها الحياه من جوه فيها حمام برضه. غيرت لهم الميه، حطيت لهم ميه جديده وساقعه كده. دي الميه اللي بتاع دي كده من جوه جميله يعني حلوه بالنسبه كنت بشوف امي زمان ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، ويرزقها شفا كده من يعني يا رب من وسع يا رب كده يشفيها ويعافيها يا رب. كنت اشوفها دايما تحط الحاجات دي. الحمام دايما تلاقي عندها حاجه زي دي دايما كان النجارين بيعملوها. شفت بقى من فوق الحصيره دي انا حطيتها بس مش صورتها، حطيت الحاجه دي. شوف دي يا جماعه دي كده يعني ايه الحاجه دي تثبيت بس، لعند ما نيجي نحط حالة شويه الحاجات بقى ونظبطهم. احنا في حاجات تانية هنعملها يعني شويه رمل مش عارف ايه، ان شاء الله هنظبط لها الامور. وبعد كده نحط المشمع ونحط عليه برضه مش نعبي شكاير الرمل اللي هي بتاعت العلف دي. الشكارة فيها 10 15 كيلو رمل ويتحطوا ثابتين في الاركان كلها او على كذا ناحية الهواء عشان الهواء بس. كده ممتازة كده حتى في الصيف او في الشتاء. يعني لو فضلت كده في الصيف، لو انا سبت السدة دي في الصيف بس كده لوحدها جميل بتحمي الهواء. احنا طبعا هناك بقى بنحط جش وحاجات من دي يعني مفيش عن الكلام ده بقى. شايفين نازله من هنا جدين ونازله من ورا متر اهي. شايفين الحمام بقى دي اللي بتطير. السلام عليكم.